تم فتح حساب للتبرع لعائلة نائل، هذا شيء عادي حتى الآن. تم جمع مجموعة من الأموال تبرعات لأن العائلة تحتاج إلى مساعدة. على بالكم باللي تعلمون بعد انتهاء هذه الأحداث لا أحد سيتذكر نائل، ولا أحد سيتذكر والدته كيف تعيش، ولا أحد سيذهب إلى جدته. فقالوا نجمع تبرعات على أساس أن العائلة تحصل على مساعدات. في المقابل اليمين المتطرف أيضا فتح حسابا لإعانة العائلة، عائلة الشرطي. المصيبة أن الحساب المفتوح لعائلة الشرطي جمع 10 أضعاف، يعني ماشي ضعف تنين، 10 أضعاف ما جمعته عائلة نائل أو ما جمع لعائلة نائل. ووصلت المبالغ التبرعات التي نظمت على الانترنت لحساب الشرطي الذي قتل نائل والبالغ من العمر 38 سنة والمدعى الحبس الاحتياطي 1,000,000 أورو. تجاوزت 1,000,000 أورو. يعني قبل ما ندخل الاستديو كنت نشوف الرقم يتصاعد بشكل كبير، ممكن تروحوا لأي موقع وتشوفوا ديروا الحساب وتشوفوا الرقم كيف يتصاعد. الآن قبل ما ندخل كان 1,000,000 أورو. فهذه كلها أعمال تاع يمين متطرف. حتى الذي فتح الحساب شخص من أصول عربية، يعني هو الذي فتح هذا الحساب. وكأن في نهاية المطاف البعض يقول اقتل عربي واحصل على 1,000,000 أورو. هذه هي، اقتل عربي أو مسلم أو إفريقي، واحد يختلف عنك، هذا للعنصريين طبعا، واحصل على 1,000,000 أورو باردين.